عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم سارة. لاول مرة هتشوفيني او هتشوفي القناة، هتنزلي تحت الفيديو تشتركي وتفعلي الجرس وتختاري كلمة الكل عشان اي فيديو ان شاء الله بعد كده انزله يوصلك اشعار بيه على طول، فتقدري تتفرجي على الفيديو. كمان ما تنسينيش في اللايك عشان اللايك تفاعل بيرفع الفيديو يوصل البنات كلها، فالكل ان شاء الله يقدر ان هو يستفيد بالمعلومة. هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. النهارده احنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا، هنتكلم عن أقوى وصفة بمعلقة واحدة لتفجير البويضة في نفس اليوم. هي مش هتساعدك على تفجير البويضة بس، الوصفة دي اولا هتساعدك على تفجير البويضة، دي اول حاجة. هتعمل مفعول الابرة التفجيرية اللي احنا بناخدها عشان خروج البويضة وحدوث الحمل في ولد. كمان هي هتكون مناسبة جدا لتحويل المكان عند القلوي لانجاب مولود ذكر. الزوج لو خدها معاكي قبل المباشرة بحوالي، بس هو هياخدها بدري شوية، قبل المباشرة بحوالي 6 ساعات، هتساعد ان شاء الله على انتاج حيوانات منوية ذكرية صالحة للإخصاب. خليكم معايا وان شاء الله كده الفيديو بتاع النهارده يعجبكم، ودعمكم مهم جدا 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 ليا عشان استمرارية القناة، عشان استمر معاكم بنشر المزيد. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعوني اول باول ان شاء الله باذن ربنا اكون معاكم في كل الفيديوهات. ولو عندكم اي سؤال اكتبوه في الكومنتات، مش هقصر معاكم ان شاء الله. ومعذرة لو انا قصرت مع اي حد يكتب لي تاني ويذكرني تاني، لان ساعات بيكون من ضغط الاسئلة مع ضيق الوقت عندي ان انا ما بقدرش ارد على كل الاسئلة، فده بيكون غصب عني. تمام؟ فلو انا ما لحقتش ارد على حد يكتب لي في الفيديو اللي بعديه او يفكرني تاني، وانا ان شاء الله باذن ربنا مش هقصر معاكم. الناس اللي عايزه تبعت لي صوره استنار او عايزه تبعت لي اي حاجه استفسار او تحاليل او اي حاجه عندها، على صفحه تحديد جنس الجنين مع ساره على الفيسبوك، ابعتي لي عليها اي حاجه عندك، وانا ان شاء الله باذن ربنا اشوفها وارد عليكي باذن الله عز وجل. يلا بقى خليكم معايا نشوفوا ايه هي المعلقه دي ومكوناتها ايه وتاخديها ازاي، وكمان هقولك الزوج ياخدها ازاي. خليكي معايا ويلا بينا كده ونبدا الفيديو. اولا كده المعلقه دي هي عباره عن مكونات معينه، هوريكي دلوقتي اول مكون فيهم. اول مكون يا بنات بصوا هو التمر. ده التمر اللي هو الرطب، او التمر اللي هو التمر الطري، يعني التمر الطري ده. تمام؟ بتجيب التمر اللي هو الطري، تمام، وبتاخدي نص تمرايه وبتبداي ان انت تشكليها بايديكي كده زي الكوره، بس بتحطي معاها حبه البركه. يعني هناخد التمرايه نحط جواها 7 حبات من حبه البركه، ونبدا اننا نشكلها او نحطها كده في المكون اللي هو زيت الزيتون. تمام؟ ونبدا نكورها ونحطها في حبه البركه وناكلها كلها. يبقى احنا معانا معلقه من زيت الزيتون، ومعانا نص تمرايه، تمام، ومعانا شويه من حبه البركه. وهنبدا اننا ناخد النص تمرايه نحطها مع زيت الزيتون ونقلبها كده، بس نكورها كوره الاول تكون طريه ما تكونش ناشفه. وهنبدا اننا نكورها كوره كده. بعد كده هنبدا اننا نحطها في حبه البركه وناخدها على 3 مرات في اليوم، مش مره واحده. الصبح مره، نص اليوم مره، اخر اليوم مره. نص معلقه زيت زيتون وحبه البركه ونص تمرايه، ناخد نص تمرايه الصبح. بالطريقه دي هنبدا نكورها ونحطها في الزيت، بعد كده نحطها في حبه البركه وناكلها، نبلعها حتى بميه او ناكلها كده. بعد كده نص اليوم نعملها، اخر اليوم نعملها. ده في اليوم اللي انا شاكه فيه ان هو ده يوم التبييض، او هو ده يوم نزول البويضه. هنعملها في اليوم بتاع نزول البويضه او يوم التبييض. تمام؟ طيب لو انا بقى جيت في الوقت ده، في الوقت ده وجيت التبويض عندي شاكه ان ده مش يوم نزول البويضه، انت عامه لو خدتيها من اليوم العاشر من الدوره لحد اليوم اللي هو شاكه فيه ان ده يوم نزول البويضه، هيساعدك على تفجير البويضه، هيساعدك على خروج البويضه، هيساعدك على عمليه تسهيل خروج البويضه، لان ساعات البويضه بتتغلف وما تخرجش من مكانها. دي حاجه. ساعات البويضه اما بتيجي تخرج بيحصل ان هي تتحول لكيس، ويبقى كيس على المبيض وما تخرجش. دي حاجه تانية. تالت حاجه ان انت ممكن تكوني مستعجله وعايزه البويضه تخرج بسرعه عشان يحصل اخصابها في مولود ذكر، فالطريقه دي هتساعدك جدا جدا جدا.
معلقه واحده وهتاخديها بالطريقه دي، وان شاء الله باذن ربنا هتساعدك. عايزه اقول لكم شويه معلومات بسيطه كده بس هتفرق معاكم. اولا لكل الناس اللي هي بتسعى لحدوث الحمل في ولد، ربنا الاول يكرمكم جميعا. طبعا احنا قبل ما بنبدا نعمل وصفات ولا حاجه احنا بنستعين بالله، يعني دايما اي بني ادم كده في الدنيا بيستعين بالله، بيذكر الله، بيتجه لله وبيعمل بالاسباب. يعني احنا بنتجه لله وبناخد بالاسباب. تمام. في مثل كده يقول لك ايه، اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. تمام. فانت بتسعي وربنا اكيد مش هيخيب لك تعب ابدا. فانا عايزه اقول لكم استغفروا كتير جدا. الاستغفار بيغير الاقدار وبيحقق لك الاماني. وكمان الاستغفار وكل استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل عليكم السماء مدرارا ويمدكم باموال وبنين ويجعل لكم انهارا. لو حد دخل يقول لي انت قايلها غلط، صححي انت، ما فيش مشكله. يعني ما نقفش لبعض على غلط. تمام. انا مش شيخه، يعني انا بقول لكم الايه اللي هو الايه اللي انا عارفاها. تاني حاجه ان عايزه اقول لكم ان هو الاستغفار ان هو بيغير الاقدار، وان هو بيكرم بالمال والرزق والبنون، وبيغير قدرك لو في حاجه معينه. طيب تاني حاجه ان انت تطلعي صدقه لوجه الله، ان شاء الله تكون حاجه بسيطه جدا. لو انت ظروفك على قدك، مش برغمك ان انت تطلعي مبلغ كبير، لا، حاجه بسيطه جدا بنيه الحاجه اللي جواكي وطلعي الصدقه دي. صدقيني ربنا هيديها لك، لان انت كريمه واكرمتي حد. فالصفه دي من صفات الله اللي هو الكرم. ربنا كريم، فانت خدتي صفه من صفات الله، فربنا لازما هيجازيكي ان شاء الله باذن ربنا. تالت حاجه انا حابه ان انا اقولها، ان يا جماعه الناس اللي بتقول لي ايه المشروبات اللي هتحول الرحم قلوي، اقوى حاجه الزعتر والشاي الاخضر. الزعتر والشاي الاخضر بيحولوا الرحم قلوي جدا، والعرقسوس. بس تحطي على العرقسوس شويه كربوناتو. اهم حاجه الجماع ما يحصلش غير يوم نزول البويضه، والشهر يكون مناسب معاكي للحمل في ولد. دي نقطه مهمه جدا، ان الجماع ما يحصلش غير يوم نزول البويضه، والشهر يكون مناسب معاكي للحمل في ولد ان شاء الله باذن ربنا. بكده انا خلصت الفيديو بتاع النهارده وانهيت الفيديو بتاع النهارده. يا رب اكون افدتكم، اكون ضيفه خفيفه عليكم، واكون بقدر اساعدكم واقدم لكم المعلومات اللي انتم بتحبوها. احلى واغلى اخوات ليا في الدنيا. ما تنسونيش انتوا كمان من صالح دعائكم، ولايك وشير واشتراك في القناه مع تفعيل الجرس. وان شاء الله باذن ربنا كده اكون دايما عند حسن ظنكم، واكون بقدر افيدكم ان شاء الله باذن ربنا. ولو اي حد عنده سؤال يتفضل تحت في الكومنتات، وان شاء الله باذن ربنا اجاوب عليه واقدر ان انا ارد عليه ان شاء الله. بصوا انا عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا، ان يا جماعه القناه اليومين دول بجد واقعه جامده. فبالله عليكم بالله عليكم ما تقصروا معايا، وحياه اغلى حاجه عندكم الهي يا رب يكرمكم باللي تتمنوه، ويكرمكم بكل اللي انتوا تتمنوه يا رب العالمين، ويكرم كل مشتاق يا رب العالمين. اسيبكم في رعايه الله وحفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.